مرحبا يا صبايا. اهلا وسهلا. كيف حالك؟ تمام الحمد لله. عارفين عليكي؟ ميسر الزير من جامعة القدس المفتوحة بدرس محاسبة. كل التوفيق. وانتي؟ أنا نعمة شلالتة جامعة القدس المفتوحة محاسبة إدارة أعمال تخصص. تمام التمام. طيب في معي سؤال صغير، إذا بتجاوبوا معنا عليه تربحوا معنا هدية مباشرة من الضيف للمفروشات والأجهزة الكهربائية، بمناسبة إنه ب 24/9 عندهم اللي هو الذكرى الثالثة لانطلاقتهم كمان مرة، فمسوين عروضات كتير بتخوف، بالتوفيق. خاصة الستات بيحبوا الشغلات هاي، صح؟ صح مظبوط. صح بالضبط. طيب سؤالنا بيقول أعطوني اسم طائر لو قرأته بالعكس صار اسم نبات. اسم طائر لو قرأته بالعكس. مش فكروا يعني، ها فكروا. طائر. إذا قرأناه بالعكس شوي بفكر. صار اسم نبات. في معقولة بتلاقوا في حدا بيلاقي الإجابة؟ ما أفكر. بس تقدر تحصرنا بأنواع الطيور طيب؟ أعطينا خيارات إذا في. لا ما فيش خيارات، لأنه هذا سؤال يعني بيعتمد على كل واحد كيف ممكن يفكر. أتوقع فيش. أتوقع لا في بس إنه بدها تفكير. في ممكن بده تفكير. أكيد في يعني ما دام أنت سألته ما دام سؤال أكيد في يعني ممكن إنك إجابة. بتحير ممكن فيه. يكتبوا لنا اياهم في الاجابات، شو رايك؟ اكتبوا لنا اياهم في الاجابات، تمام؟ وفكروا معنا. طبعا احنا اليوم بمناسبه انه الضيف راح ينطلق كمان مره بعروضات كتير مميزه بالذكرى الثالثه، هي هديه من الضيف للمفروشات والاجهزه الكهربائيه، تمام؟ بدنا تزوروهم طبعا في الحوز الثاني على كوربة زاهدة ب 24 شهر، لازم تكونوا موجودين. تمام. يعطيك العافية. شكرا لك. بالعافية.